هل أنت فاكر إنك لازم تتمرّن 6 أيام في الأسبوع عشان تبني جسم كويس؟ لو قُلت لك إن أنت ممكن تتمرّن 3 أو 4 أيام بس في الأسبوع وتحقق نتيجة جامدة كمان، الموضوع مش بعدد الأيام اللي بتقضيها في الgym، الموضوع كلّه إن أنت إزاي بتتمرّن وبتستمر. أهلًا بيكم يا جماعة، معاكم كابتن شناوي. النهارده هاتكلم عن سؤال ناس كتير بتسأله، هو أنا لازم أتمرّن كام يوم في الأسبوع؟ لو أنا مش باتمرّن 6 أيام يبقى أنا كده هاحقق نتيجة؟ والإجابة ببساطة لأ، مش لازم تتمرّن 6 أيام عشان تخس أو تبني عضل أو تخلّي شكل جسمك أحسن. النقطة الأولى، 3 أيام تمرين في الأسبوع ممكن يكونوا كفاية جدًا، تقدر تتمرّن full body أو push pull leg وتقدر تستهدف عضلات جسمك كلها خلال الأسبوع، والأهم إنك تكون بتتمرّن بشكل منظم وبتزوّد الحمل تدريجيًا، يعني بدل ما تقول أنا هاروح أتمرّن 6 أيام في الأسبوع، قُل أنا هاروح 3 أيام وهاكون ملتزم بيهم خلال الأسبوع. الاستمرارية أهم جدًا من إن أنت تبدأ شوية وبعد كده تختفي. النقطة التانية، مش كل ما تتمرّن أكتر النتيجة هتكون أسرع، ودي نقطة مهمة جدًا، زيادة عدد أيام التمرين مش معناها زيادة النتايج، جسمك محتاج recovery، يعني محتاج وقت عشان العضلات تتعافى وجسمك يستعيد قوته. لو أنت بتتمرّن كل يوم ولكن أكلك وِحِش ونومك وِحِش، مش بتدّي جسمك فرصة إن هو يتعافى، ممكن تكون بتعمل مجهود أكتر ولكن مش بالضرورة تكون بتعمل نتيجة أحسن. النقطة التالتة ودي مهمة، اتمرّن بقى كام يوم؟ لو هادّيك قاعدة بسيطة، مبتدئ 3 أيام حلوين جدًا، متوسط خلّينا نقول من 3 ل5 أيام، لو أنت بقى متقدم وجامد وlevel الوحش، ممكن تتمرّن أكتر حسب هدفك والبرنامج التدريبي بتاعك، لكن ما فيش رقم سحري بينفع لكل الناس، عدد الأيام بيتحدد حسب هدفك، مستوى تمرينك، وقتك، وقدرتك على الاستشفاء والتعافي. وخلّيني أقول لك مثال عملي تقدر تعمله، يعني لو أنت شخص مشغول بتقدر تتمرّن 3 أيام في الأسبوع بس، هتلعب يوم السبت full body ويوم الاتنين full body ويوم الأربع full body، أو هتلعب السبت push والاتنين pull والأربع رجلين، ومع نظام غذائي مناسب ونوم كويس والتزام تقدر تعمل نتيجة جامدة جدًا. لكن لو أنت فاضي وبتحب تتمرّن 5 أيام، وما اقصدش بالفضا هنا بإن هي حاجة وحشة، يعني لو أنت بتحب تتمرّن 5 أيام في الأسبوع ده ما فيش منه أي مشكلة لو أنت بتتعافى كويس وأكلك كويس ونومك مضبوط وكل حاجة يعتبر إلى حدٍ ما زي الفل. المهم إن يكون البرنامج يناسبك مش إن أنت تقلد حد تاني، فبقدر الإمكان أنت بتختار الجدول اللي يناسب الأسبوع بتاعك وبناءً عليه بتلعب عليه، مش شرط إن أنت تقلد حد تاني وتقول إن هو الصح. اختار عدد الأيام في الأسبوع تقدر تلتزم بيها على المدى الطويل، لأن 3 أيام تلتزم بيهم طول السنة أفضل من 6 أيام في الأسبوع وفي آخر الشهر توقّف وما تكمّلش أصلًا تمرين. الجو حَر هنا جدًا، باعرق ومش عايز أشغّل المروحة عشان بتعمل صوت في المايك، فبابقى مش عارف أطلّع صوتي بشكل واضح، ولكن بنحاول إن إحنا إيه، نعمل الحاجة اللي إحنا بنحبها بقدر الإمكان. حاسس إن أنا قلبت عمرو دياب وأنا عمّال أعمل بإيدي كده. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لو استفدت أو لو مهتم بالتمرين والتغذية وعايز تغيّر جسمك للأحسن بطريقة عملية وبسيطة. اعمل سبسكرايب دلوقتي لإن ده فعلًا بيساعد.